السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عذرا طبعا على الدوشة اللي بره دي بس رمضان وما فيش حد بينام في رمضان يعني. فالمهم كل سنة وانتم طيبين. انا كنت قلت لكم ان انا هجيب الكبة ان شاء الله قبل رمضان. انا فعلا جبتها قبل رمضان، بس ما استعملتهاش. الحمد لله الحمد لله يعني. اي حاجة بتمناها بتتحقق واحدة واحدة، فالحمد لله على كل حال. وربنا يا رب بحق الايام المفترجة دي كل واحدة نفسها في حاجة ربنا يحققها لها يا رب. فخلاص جبت اللي هتساعدني في المطبخ خلاص لاني من غيرها كنت محتاسة بصراحة، ما كنتش عارفة اعمل ايه. فالحمد لله اشتريتها، فهوريها لكم. بس هوري لكم الكبة اللي هي القديمة اللي كانت عندي. هي اساسا انا ما كنتش شارياها، ده كنت جايباها مع الهاند بلندر. هي فريش. بس بصوا هقول لكم اشرح لكم بقى. بصوا هي صغيره بكبرها، يا بصليه كبيره يا بصلتين وسط. بصوا بقى، شايفين دي ودي. دي لو ضاعت الكبه كده خلاص باظت، ما تشتغلش تاني دي. وعلشان افرم بيها بصل او حاجه فكل شويه تتخلع. بصوا حتى هي مش ثابته، كل شويه تتخلع، ومن غيرها الكبه ما بتشتغلش. هي اساسا كده كده كانت جايه هديه مع الهاند بلندر. فالمهم خلاص يعني خليها مش هتخسر. وجبت اللي هي الكبه. كنت قلت لكم ان اكتبوا لي اكتر نوع كبه كويس. فواحده ربنا يبارك لها كتبت لي سوكاني وفريش وتقريبا تورنيدو. فالمهم سألت على فريش. هقول لكم بس الاول انا جبت ايه. اهي جبت سوكاني. تمام. هي ما شاء الله حلوة. الساعة بتاعتها 3 لتر وهي 800 واط. واللي عجبني فيها اكتر يعني مش عارفة حد جابها واستعملها ولا لا. اللي عجبني فيها ان هي مش اكليريك، هي ستانلس. احنا طبعا هنعمل بيها اكل اول يوم رمضان. فالمهم الساعة بتاعتها 3 لتر زي ما قلت لكم. كان في 4 لتر بس لقيتها كبيرة قوي. وغير كده ان هي كانت مش مش 6 سكاكين، كانت 4 بس. يعني شفت السلاح بتاعها ده، لا هي كانت 4 بس التانية. فلقيت دي 3 لتر ودي 6 سكاكين. فقلت له لا انا هاخد دي. وعجبني ان هي بصوا ليها ايد كده مش التانية. وما حبيتش الاكليريك لان بحس ان هي بتتكسر بسرعة. يعني دي عندي اكليريك وبعد كده دي مع الوقت بتصفر. حتى لو غسلتيها مهما غسلتيها بتصفر برضو. دي اللي هي اكليريك اهي. اللي هي دي كنت جايباها كانت جايه مع الهاند بلندر. فالحمد لله اللهم لك الحمد. جبت الكبه دي. زي ما قلت لكم دي كانت سكاني. والساعه بتاعتها 3 لتر والموتور 800 واط. ما شاء الله جميله 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 يعني. اللهم بارك جميله. فبصوا شكلها. فعجباني بصراحه. وعجباني ان الموتور بتاعها من فوق. فما شاء الله ما شاء الله جميله. ربنا يبارك لي فيها لان من غيرها فعلا والله انا كنت محتاسه، ما كنتش عارفه اعمل ايه من غيرها. فالمهم وكنت جبت شويه حاجات. وحمايه ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحه كان جاب لنا شنطه رمضان ربنا يا رب يديله الصحه. هوريكم بس الشنطه اللي حمايه جابها الاول. فيها كيسين مكرونه قلم. مكرونه اللي هي الخواتم دي. دول حوا. تمام. فيها كيس سكر وفيها تقريبا 2 كيلو رز. وفيها ازازة الزيت دي.
فيها كيس صلصة، وكان فيها علبة بلح، بس خلاص البلح خلاص يعني كلناه. فربنا يا رب يجازيه كل خير ويجعله في ميزان حسناته ويديله الصحة يا رب ويبارك في عمره. فالمهم وانا كنت جبت دول، استنى نختصر دول شوية معلش بقى عشان الصوت. كنت جبت الجلانس ده اللي هو ملمع الازاز. دي واحدة وعليها واحدة هدية، بصراحة مش بقدر استغنى عنه في تلميع الازاز بالذات. فجبت دول كانوا ب40 جنيه، مع اني اخر مرة شاريهم ب30، معرفش ازاي خلوهم ب40. وجبت معطر جو، انا كان عندي اللي هي بالعود فقلت لا هغير، فجبت ميروج. كنت عايزة اجيب شيكادي بس بصراحة ما لقيتش يعني. فجبت مروج. تمام. وايه تاني؟ ولما جبت الكبة جبت معاها القمرتين دول، العسلتين السكرتين القمامير دول. جبت البولات دي، البولة دي كانت تقريبا 25، اللي هي كام 23 سنتي. 23 سنتي. بس بص حبيت اللون ده يعني بصراحة جميل وشيك كده وفخامة. فجبت دي وجبت دي البولة دي بتاعت قولوا معايا الرز، لو هغسل فيها الرز ما شاء الله يعني تحفة. صغننة كده ومحندقة، وحبيت اللون الاوف-وايت ده. دي كنت جايبها ب15 جنيه. تمام. ودي كانت ب25. بس دي بصوا ما شاء الله يعني الخامة بتاعتها حلوة والوانها حلوة. كان في تقريبا منها على ما اعتقد اللون الفوشيا تقريبا، بس حبيت اللون ده اكتر. ودي بس. وكنت جايبه التموين احنا بناخد 2 زيت و2 سكر وكيس مكرونه كيس ملح بس. وكنت جايبه التموين اهو. السكر طبعا استعملناه، ازازتين الزيت، وجبت كنت جايبه ازازه الخل دي وكيس المكرونه ده. فالمهم كانت دول الحاجات اللي انا جبتها، بما فيهم الشنطه اللي حماية ربنا يبارك له يا رب بعتها لنا، جابها لنا يا ربنا يديله الصحه يا رب وكل سنه وهو طيب. والكبه يعني كنت فرحانه بالكبه قوي 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 قوي، لان بصراحه هي ايدي ورجلي. فالحمد لله الحمد لله ان انا جبتها، وربنا يا رب كل اللي بتتمنى حاجه يا رب ربنا يحققها لها يا رب بحق الايام المفترجه. كل سنه وانتم طيبين. ويلا نشوف هنعمل ايه. هشيل الحاجات دي ونشوف بقى هنعمل ايه تقريبا الاكل بتاع اول يوم رمضان. فيلا هنشوف هنعمل ايه. المهم اسلم عليكم تاني، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، وكل سنه وانتم طيبين. فالمهم النهارده هنعمل الاكل بتاع اول يوم رمضان. هو الفيديو متاخر شويتين 3 بس مش مشكله، هنعذر بعضينا. فالمهم قلت اطلع بقى الكبه الجديده اعمل فيها. فالمهم جبت بصلتين وكم حبايه قوطه كده، وقلت اعملهم علشان اتبل الفراخ بيهم. تمام. فعملتهم في الكبه وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا عملت فيها علشان اجربها معاكم، يعني عشان نكون كده مجربينها مع بعض وما تقلقوش منها. وما شاء الله اللهم بارك، جميلة 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 جميلة. فالمهم فرمت فيها البصل والقوطة، وقلت هنا علشان اتبل الفراخ حطيت توابل الفراخ، حطيت ملح وفلفل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتوابل الفراخ وحبة صويا صوص ودبس رمان. هقولهم تاني: ملح وفلفل وتوابل فراخ وصويا صوص ودبس رمان. دول حطيتهم مع التتبيله اللي هي بتاعه الفراخ اللي انا هتبل بيها الفراخ كنت عايزه يعني كنت متبلاها من بالليل. يعني انا لما تبلت الفراخ تبلتها من بالليل عشان عارفه ان انا مش هصحى بدري، فقلت لا هتبل الفراخ من بالليل عشان تبقى ايه كده متحيقه وتحسي يعني تبقى طعم الفرخه كلها ما شاء الله ما شاء الله جميله.
فالمهم تبلتها من بالليل وسبتها. وقبل ما اتبلها كده كنت مفتحاها، يعني كنت مفتحه اللحم بتاعها علشان التتبيله تدخل جوه اللحم. تمام. وعلى فكره انا هسويها، يعني هحطها في الصينيه، فهي هتصفي ميه، فهسويها بالميه دي، يعني انا مش هزود لها ميه. هسويها بالميه دي، مش هزود لها الميه. هي هتنزل كده كده ميتها. وما تقلقيش، مش هتتحرق منك ولا تتلسع منك ولا اي حاجه خالص، ما تقلقيش خالص خالص خالص. فالمهم اخلص كل الكميه بتاعتي كده، واروح ملبساها كيسه كده بلاستيك، وادخلها التلاجة وسيبيها. يعني انت عايزه هتبداي من اول اليوم من الصبح، ابداي بالفراخ، تبليها وسيبيها في التلاجة بقى، يعني على بال اخر النهار كده هتلاقيها لما تروحي تسوي الاكل هتلاقيها اتبلت. فالمهم قلت اما ايه، فالمهم جبت البصل بتاع المحشي عشان هعمل محشي، اللي هو الاساسي بتاع سفرة رمضان، اللي ما ينفعش من غيره تعدي. فالمهم قلت اما اعمل محشي، وجنب منها الفراخ وجلاش وايه تاني، وورق عنب. فالمهم خلاص، انا كده كده عندي بصل كنت مفرزاه، بس مرضتش اعمل منه، قلت عشان اجرب الكبة، عشان دي كانت اول تجربة للكبة، فقلت عشان اجرب الكبة هعمل بيها. فالمهم فرمت البصل، وما شاء الله اللهم بارك، تحفة 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 والله. فخدت من البصل، كنت مزودة كمان بتاع بصلتين كده علشان اخدهم اعصج منهم اللحمة بتاعة قولوا معايا، بتاعة الجلاش. فالمهم حطيت حتة سمنة كده وسبتها تسيح، واحط عليها البصل، انا بحب البصل يكون يدبل كده، وبعدها احط اللحمة عليه، اللحمة المفرومة. لان انا لما كنت اشتريت اللحمة انا ما تبلتش اي حاجة، ولا عصقت اي حاجة، عشان الكبة كانت قرفاني. فعشان كده رحت شلت كل حاجة من غير ما تتبل، وقلت مش مشكلة، هبقى اتبل في اليوم اللي انا هعمل فيه او بالليل، علشان تبقى الحاجة كده ايه طازة. فالمهم وقلت اما اعمل التسبيكة بتاعة المحشي، حطيت حبة زيت في الحلة وعليها البصل اللي انا فرمته، وهقطع عليها قرن فلفل حامي، يعني قرن فلفل صغير كده مش كبير. وكنت مشغلة الشعلة التانية، يعني ايه بعمل بعمل التسبيكة بتاعة المحشي، والناحية التانية بعصج اللحمة. هنا حطيت حبة فلفل صغيرين على تعصيقة اللحمة، واحط فلفل برضو على التسبيكة بتاعة المحشي. المهم هنا ما حطيتش اي توابل غير بعد ما اللحمة اتعصجت، حطيت ملح وحطيت فلفل اسمر وحطيت توابل لحمة، بهارات لحمة، بس هما دول اللي حطيتهم، ملح فلفل اسمر بهارات لحمة. وهنا كانت خلاص خدت اللون كده الذهبي الحلو ده، هروح احط عليها الصلصة دي احنا كنا مفرزينها مع بعض. بقطع كده بالسكينة، واخد حتة واروح محطاها، واوطي النار عليها واسيبها بقى تتسبك مع نفسها، اغطيها واسيبها تتسبك مع نفسها، وهدي دي التقليبة كده حلوة. وبعد كده هروح جايبة الرز اللي هي الحاجات بتاعة المحشي. هنا كنت غسلت الرز في البولة القمر اللي احنا جايبينها دي، العسل العسل العسل. بصراحة طلعت جميلة جدا، وما تقلقيش ان هي توقع رز منك، لا خالص، ما بتوقعش الرز نهائي، وما شاء الله اللهم بارك، وبتصفي الرز حلو. فالمهم هنا كنت التسبيكة كانت اتسبكت، رحت حطيتها على الرز، وهحط عليها خضرة والتوابل بقى، هقلبها تقليبة حلوة كده، وهروح ضايفة عليها الخضرة، والخضرة برضو اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض في فيديو التفريزات، تفريزات اللحوم. فالمهم هروح ضايفة عليها الخضرة، وحط الخضرة متجمدة، ما تسيبيش الخضرة تفك، لو فكت مش هتبقى حلوة، حطيها وهي متجمدة، وما تقلقيش هيطلع المحشي تحفة وجميل، والخضرة لونها اخضر، ما تقلقيش خالص يعني. والمحشي دوت في ناس بتعمله ني في ني، يعني على ما افتكر زمان والدتي الله يرحمها
كانت بتعمل المحشي ني في ني، اللي هو البصل والقطة دي كانوا يقطعوها صغيرة، كله ني في ني، بس ما شاء الله كان بيطلع طعمه حلو. فالمهم هنا حطيت التوابل، حطيت ملح، حطيت مكعب مرقة، وحطيت كمون ده اساسي، وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت حتة فلفل اسمر كده صغيرة، وشطة. الشطة بقى على حسب الرغبة، مش بتحبيه يبقى المحشي مشطشط كده مش لازم شطة. جبت الحلة كده، كنت العصيان بتاعة الكرنب ديت كنت مقطعاها وسايباها، بحيث ان انا احطها في الحلة من تحت علشان لما الف المحشي تبقى هي تحت كده في الحلة عشان المحشي ما يتلسعش. فالمهم هلف بقى حبة معاكم، وبعدين انا هكمل مع نفسي عشان لما بقف على رجل كتير رجلي بتوجعني. فهاخد كده الحاجة واروح نازلة على الارض والف مع نفسي، هخلص يعني المحشي مع نفسي. بس قلت كده الف معاكم كام واحد كده تشجيعا، يعني نشجع بعضينا، واحنا ما شاء الله كلنا شاطرين وكلنا بنتعلم من بعض. بس ما شاء الله اللهم بارك، علشان الكرنب كنا سالقينه ومقطعينه، فالمحشي معايا ما خدش وقت ما شاء الله، وكان كله جاهز وعلى على الفطار يعني. المغرب بيقول الله اكبر، كنت رايحه احط الاكل على الترابيزه، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كان الاكل حلو. اللهم بارك، الف هنا تحفه، وكل سنه وانتم طيبين. وانا قبل كل ده الاول صحيت صليت الفرض اللي عليا، وقرأت ما تيسر لي من القرآن، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب. الحمد لله على كل حال. فالمهم هسوي كل ده، قصدي هلف المحشي مع نفسي، وهنا هاجي اسلق ورق العنب. ورق العنب دوت انا كنت مفرزاه من الصيف اللي فات لما كان رخيص، كنت فرزته ساعتها تقريبا، مش فاكرة والله، كنت جايبة 2 كيلو 3 كيلو، مش متذكرة قد ايه والله. فالمهم المهم ان ورق العنب لازم يكون متلج، يعني تطلعيه من الفريزر على المية السخنة على طول. هنا كان الاسترتش مش راضي يفك منه، رحت قلت انا لما كده كده هحطه في المية السخنة هيفك كده مع نفسه. فالمهم ما تقلقيش، يعني مش هيطلع مجلد ولا اي حاجة خالص 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 نهائي. ما شاء الله كان جميل والله. فالمهم هسلقه كده واحطه في مصفى كده واسيبه يتصفى، وهلف برضو الورق العنب كده مع نفسي. وعلى فكرة ورق العنب لما تسيبيه يتصفى ما بيلزقش معاكي، يعني مش هتضطر ان انت تحطي له زيت. فهنا كنت خلاص لفيت الكرنب ولفيت ورق العنب، انا كده كده ما كنتش عامله حلل كبيره، لا يعني حلل صغيره. فلفيتهم كده مع نفسي وقلت ايه، هروح بقى اسوي الفراخ اللي احنا تبلناها واسوي المحشي. فالمهم احطهم على النار، وهنا كنت شايله معلقتين صلصه لان ما كانش عندي شوربه، واحنا ما بنحبش الفراخ المسلوقه، يعني مش بنعزها قوي، بنفضل الفراخ الصينيه او الفراخ المشويه اكتر يعني. فالمهم رحت واخده معلقتين صلصه، وحطيت عليهم ميه مع حته سمنه مع التوابل بتاعتها اللي هو ملح ومرقه، وقلت اما اسقي بيهم كانها شوربه يعني، وسقيت بيهم وسبته بقى ايه يستوي مع نفسه الاول، بس يغلي كده ياخد غلوتين كده، واما يروح يتشرب شويه كده تروح موطيه النار عليه عشان يستوي مع نفسه، وتسيبيه يستوي براحته يعني ياخد السوا بتاعه كامل. فالمهم قلت اما اعمل الجلاش هنا، رحت جايبه الصينيه ودهنتها سمنه كده من تحت، وحطيت ورقتين او 3 جلاش، يعني خليها كل ورقتين، تحطي كل ورقتين مع بعض وتدهني بينهم سمنه، بين الطبقه والطبقه تدهني سمنه، يعني دول ورقتين تحطي سمنه، حطيتيهم تحطي سمنه عليهم، وتروحي حاطه ورقتين تاني وتحطي سمنه بالفرشه يعني.
عشان تبقى ايه يعني حاجة بسيطة كده. الفرشة كده كده ما بتاخدش كتير. وكنت اجيب الطرف اللي هو التاني اروح تانية عليها واحط برضو ايه سمنة يعني. تانية الطرف بتاع الجلاش من هنا والطرف بتاع الجلاش من هنا، فهيعملوا طبقة مع بعض. وفي النص هتحطي الجلاش، هتحطي قصدي اللحمة المفرومة في النص اللي احنا معصجينها، وتكملي عليها تكملة الجلاش التانية، باقي لفة الجلاش تكملي عليها برضو ورقتين، وتروحي حاطة طبقة سمنة وتحطي ورقتين عليها تاني على بال ما تخلصي لفة الجلاش كلها. فالطريقة سهلة يعني ما تقلقيش. فالمهم وعلشان تسويها بيها، اللي هتسوي بيه هتجيبي بضاية وكوباية لبن وتسوي بيهم الجلاش. هنا كنت خلصت، هدهن بس الوش سمنة وهقطعها وهديها صدمة الاول في الفرن، وهاجي احط عليها البضاية بكوباية لبن. وعلشان الزفارة كده فتحطي ملح وفلفل، وتحطي بقى ايه سنة بيكنج باودر على على اللبن وبالبيض. سنة بيكنج باودر كده صغيرة، هيبقى معاكي الجلاش ما شاء الله ما شاء الله يعني جميل جميل جميل، وكأنه هش كده. ويعني ما يبقاش اللي هو كابس كده مع نفسه، لا، حتة البيكنج باودر دي بتخليه كأنه مورق كده، تحفة 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 ما شاء الله، بيبقى جميل والله. جربيها ومش هتندمي. المهم هنا كنت بحط اللبن زي ما قلتلكوا، حطيت البضاية، وهحط فلفل وملح وسنة البيكنج باودر دي، وهسقي بيها الجلاش، وهروح مدخلاه الفرن. ولما يستوي هوريهولكوا. بصوا الشكل تحفة، والطعم خيال 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 والله جميل ما شاء الله. والاكل ده على فكرة كفانا اول يوم رمضان وتاني يوم، يعني احنا مش هنرمي خلاص الاكل اللي باقي، لا يعني كفانا يومين. فبصوا شكلها بعد ما طلعت من الفرن جميلة. وعلى فكرة من تحت ما تقلقيش ان هي تكون لازقة في الصينية، لان احنا كده كده دهنين الصينية سمنة، فمش هتلزق معاكي، فما تقلقيش. فالمهم هنا كنت خلاص بعد ما استوت رحت وقطعتها تاني. رحت بقى قلت ايه احطها في الاطباق. انا هحط نصها وهسيب النص التاني، واللي محتاج ابقى اجيب له عادي يعني. المهم حطيتها في الطبق كده زي ما انتوا شفتوا. وتعالوا بقى نقلب الايه المحشي. يعني بصوا بقى، بصوا الجمال، الواحدة بوحدتها ولا معجن ولا اي حاجة، وجميل جميل جميل. وبصوا مفيش مية من تحت على فكرة، يعني هي المية طلعت مظبوطة بالظبط. وده ورق العنب برضو هقلبه وهتشوفوا الجمال. و... والفراخ على فكرة بعد ما استوت انا رحت حمرتها في الفرن، وهجيبها معاكم وهحط جنبهم ايه قولوا معايا مخلل. ما عملتش سلطة، كنت مخلله جزر، رحت واخده من الجزر حبه وما شاء الله كان جميل. وحطيته جنب الاكل. وبصوا بقى الجمال، يا لهوي، خطير خطير خطير. قولوا لي انت ايه رايكم. وكنت عملت عصير مانجا. على فكره احنا ملناش في اللي هو البلح باللبن ده، ملناش فيه يعني ما بيحبناش. برضو الفراولة نحبها كأكل، انما كعصير لا، يعني بناكلها اكل كده، اللي هو اجيب حبة كده اغسلهم، انما ناكلها عصير، نشربها عصير لا، ما لناش فيها عصير. فكان عندي مانجا كنت مفرزاها، فروحت عملت مع عصير مانجا معاه. فهنا هصب العصير المانجا. وبصوا كده يعني كنت خلاص خلصت الاكل وهنفطر. ولكم ان تتخيلوا المطبخ بعد الفطار. بصوا شكل الاكل عامل ازاي، يا لهوي، اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. وبصوا الجلاش كل ما شاء الله الاكل كله مظبوط. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. ما تتفاجئوش بقى، ما تتخضوش من المطبخ. بصوا المطبخ عامل ازاي
ده بعد الفطار، ده حال كل ست بعد الفطار، مطبخها بيبقى كده. بس بصوا هقول لكم، بصوا هعمل لكم اللي هي تكه كده، هتلاقي المطبخ كله تحفه. ايوه، ادي المطبخ اهو. المهم ده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون فيديو كده خفيف كده على قلبكم، وكل سنه وانتم طيبين، واستنوا ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف الف سلامه، وما تنسونيش باللايك وكومنت حلو منك. مع الف الف سلامه، مع السلامه.